بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبيه الكريم. باشمهندس باسم هشام معاكم، وإن شاء الله النهاردة هنتكلم مع بعض على السيمبل كرييشن. الفكرة ببساطة يا باشمهندسين، احنا عرفنا أهمية السيمبلز في سوليد ووركس إلكتريكال وإزاي بنعمل اسوشيشن للسيمبلز عشان توصف لي مانيفاكتشرر بارت أو كومبوننت معين هشتريه. وبالتالي نتيجة الكلام ده فالسيمبلز واحدة من أهم الحاجات اللي موجودة في سوليد ووركس إلكتريكال. بتقدر طبعا نعمل انسيرت للسيمبلز من السكيماتيك تاب عن طريق insert symbol. وطبعا الطريقة دي بتوفر لك ان انت تعمل insert symbol لسيمبل اوريدي موجود في اللايبراري بتاعت السوليد ووركس. طبعا بغض النظر ان اللايبراري دي بتقدر انت تحمل سيمبلز اكتر من كده بكتير موجودة اونلاين. طبعا لو انت شاري البرنامج. بس الفكرة كلها يا باشمهندسين ان احنا بنتكلم دلوقتي على موضوع تاني. نتيجة وجود استندرات كتيرة ممكن يبقى كومبوننت واحد بنعبر عنه بأكتر من سيمبل، او اكتر من سيمبل ليهم اشكال مختلفة بس هما في الحقيقة حاجة واحدة. وده نتيجة وجود استندرات كتيرة، وعلى حسب طبعا البلد اللي هي اتعمل فيها السيمبل او البوليسز اللي موجودة. ونتيجة للكلام ده احنا دايما بنقابل مشكلة ان احنا عايزين نعمل كرييشن للسيمبل الخاص بينا احنا كشركة يعني. وبالتالي بغض النظر عن ان انت تضيف سيمبل اوريدي موجود في اللايبراري، احنا هنتعلم مع بعض النهارده ازاي احنا نعمل كرييت للسيمبل الخاص بينا احنا الشخصي يعني. في الحقيقة الكلام ده بنقدر نعمله عن طريق ان احنا بندخل اللايبراري تاب. وفي اللايبراري تاب احنا هنتعرض ليها بشكل متوسع بعد كده ان شاء الله. اللايبراري تاب عندنا اول حاجة موجودة فيها هي السيمبل مانجر. حضرتك لما بتدوس على السيمبل مانجر دي بنقدر نعمل كرييت للسيمبل الخاص بينا. لو احنا عايزين نعمل سيمبل جديد، من الواضح جدا ان احنا نستخدم الايكون الخاصة بالنيو عشان نعمل كرييت نيو سيمبل. فبتطلع لي السيمبل بروبرتيز، اقدر اسمي السيمبل ده زي ما انا عايز، وليكن هسميه سوبر انجينير سيمبل. تحط الديسكريبشن اللي حضرتك عايزه وتحطه في الكلاسيفيكيشن اللي حضرتك عايزها. نوع السيمبل ده ايه، وليكن مثلا احنا نرسم حاليا سيمبل سكيماتيك. اليونت سيستم اللايبراري اللي هتحطها فيه، كل الكلام ده بيساعدك ان انت بعد كده لما تيجي تعمل فلترز عشان تدور على السيمبل تعرف تلاقيه بكل سهولة. انا هنا بس انا هغير بس اسمه، اخلي اسمه سوبر انجينير سيمبلز. وعلى الحالة دي هدوس اوكي بكل بساطة عشان يطلع لي سوبر انجينير سيمبل ورقة فاضية زي ما حضرتك شايف هنا كده. بندوس دبل كليك كده عشان نفتح المكان الفاضي اللي هنقدر نرسم فيه السيمبل. وزي ما حضرتك شايف ان الاكستنشن الخاص بالسيمبل هو دي دبليو جي. والدي دبليو جي مختلف عن طبيعة البروجكتس اللي موجودة في سوليد ووركس الكتريكال او الفايلز عموما. وبالتالي انت لازما اي حاجة تعملها في الدي دبليو جي فايل لازما تعمل لها سيف، و لازما تعمل لها سيف عشان تتحفظ، عشان ده دي دبليو جي فايل. بنبدأ أول حاجة يا باشمهندسين، أول خطوة حضرتك بتتأكد منها إن أنت بتدخل على الفيو تأكتف الجريد والسناب. الحاجة التانية عندنا يا باشمهندسين إن أنت تتأكد حضرتك من البارامترز بتاعة السيمبل اللي حضرتك بترسم فيه، وفي نفس الوقت ده هيتطبق على أنهي دروينج دوكيمنت بارامترز. يعني يا باشمهندسين احنا عايزين دلوقتي نطبق السيمبل ده على دروينج دوكيمنت اسمه 03 الكتريكال سكيم فور اكزامبل يعني. فلازم حضرتك تدخل الاول على الدروينج دوكيمنت ده من قائمة فيو بارامترز، تعرف السناب والجريد قد ايه. طبعا احنا هنا شايفين ان السناب تقريبا بنص والجريد ب10. لازم حضرتك تروح للسيمبل وتعمل نفس البارامترز اللي حضرتك شفتها هناك، نص و10. على الوضع ده يا باشمهندسين هروح دايس كلوز، وبعد كده انا عندي دلوقتي السناب والجريد بقى ب10. حاجة تانية يا باشمهندسين لازم حضرتك تتأكد منها بعد ما نعمل البارامترز زي بعض، عايزين نروح نشوف المسافات اللي ما بين الوايرز قد ايه. الكلام ده بنقدر نشوفه عن طريق موديفاي، وبعد كده عندنا الديستانس بنختار الموديفاي، بنختار الديستانس ما بين البوينت دي والبوينت دي عشان يقول لك والله المسافة ما بين الواير ده والواير ده هي ب5.
ونقول له اوكي. ولو احنا عايزين نعمل سيمبل الى حد ما شبه السيمبل اللي احنا حاطينه هنا اللي هو الاف 1 ده، بس هنعدل فيه شوية حاجات معينة. فاحنا عايزين السيمبل الجديد اللي نحطه يبقى نفس الارتفاع اللي موجود قدامنا. هنضطر برضو ان احنا نقيس المسافة من 1 ل2، عشان هنا نقدر نشوف والله ان الديستانس ب10 ما بين 1 و2. يبقى انا كده عرفت دلوقتي ان المسافات ما بين الوايرز 5، وان المسافة ما بين 1 ل2 هي 10. فانا لو عايز اعمل سيمبل جديد يبقى السيمبل ده هيكون على بعد 10 كده بالشكل ده. ولو انا عايز اعمل اكتر من سيمبل جنب بعض فانا هعمل مسافات ما بينهم 5. طيب عشان احنا نحدد المسافات اللي ما بينهم تكون 5 بكل سهولة، يبقى لازم نظبط السناب من تاني ان هو يبقى ب5. عشان انا ظبطت الكلام السناب ان هو يبقى ب5، لما حضرتك تدخل على الدرو تعالى نعمل زوم ان كده على نقطة الاوريجن، وهقول لكم هنبدأ من نقطة الاوريجن ليه، واعمل لاين. يبقى انا دلوقتي يا باشمهندسين لما ادوس كليك كده وانزل واحدة وانزل التانية، يبقى حاليا انا واقف على بعد قد ايه؟ واقف على بعد 10، لان انا عملت السناب ب5. فانا اول خطوة بالنسبة لي كانت 5، تاني خطوة بالنسبة لي كانت 5 كمان، يبقى كده 10. هندوس كمان كليك وبعد كده نلغي التول اللي هي اللاين. كده انا متأكد ان تول اللاين ده دلوقتي هو 10، وده كده احنا ضمننا ان ده يبقى نفس طول تقريبا السيمبل اللي احنا عاملينه في الالكتريكال سكيماتيك اللي احنا عايزين نغيره. طيب نبدأ نرسم دلوقتي يا باشمهندسين مواصفات السيمبل بتاعنا. وليكن مثلا عايزين نرسم لاين مستطيل، عايزين نرسم مستطيل في نص السيمبل ده. حضرتك احنا عاملين لاين تاني، ولما باجي انزل لتحت هو بينط لي على طول على نص اللاين، وانا مش عايز كده، انا عايز اتحكم في السناب بشكل افضل من كده. فتعالوا نغير الفيو ونخلي البارامترز ب1، ونخلي البارامترز سناب سبيسنج ب1. وده هيخليك يا باشمهندس لما تروح على درو وترسم لاين هيخليك دلوقتي تتحرك. شايف حركتك اتغيرت خالص وبقيت تتحرك 1 2 3 4 5. ده كده بقت السناب بتاعتك ب1 زي ما حضرتك شايف. انا هنزل واحدة بس كده وادوس كليك وامشي واحدة يمين وادوس كمان كليك وانزل تحت خالص عند اخر اللاين واطلع واحدة، يبقى انا اعمل نفس القصة بالظبط اللي انا عملتها فوق، نفس الكلام كمان كليك. يبقى انا كده متأكد يا باشمهندسين ان انا نزلت واحدة وبعد كده نزلت من فوق. يبقى انا نزلت واحدة من هنا وواحدة من هنا، وحاليا اللي موجود ده كده ارتفاعه 8. عايزين نضيف كمان لاينز، وليكن مثلا اللاينز هتكون هنا كده، نفس الفكرة برضو من تحت بالشكل ده. وممكن نمسح الخط اللي في النص ده عن طريق موديفاي، برضو نفس الفكرة. وبعد كده نقول له trim select all entities، وبعد كده اختار الخط اللي في النص ده عشان يمسحه بالشكل ده وادوس اوكي. على الوضع ده يا باشمهندسين احنا حاليا وليكن مثلا هو ده السيمبل اللي احنا عايزين نعمله، وعايزين نعمل منه نسختين كمان عشان نطبق دلوقتي الثري فيوز بولز. نفس الفكرة بالظبط يا باشمهندسين، نقدر نرسم الكلام ده تاني، بس طبعا نتأكد ان الفيو بارامترز السناب بتاعتها ب5، عشان وانا هنا في الدرو اقدر لما انا اتحرك مسافة واحدة يبقى انا متأكد ان المسافة دي 5، وهي دي نفس المسافة اللي موجودة عند الوايرز. بدل ما ارسم الكلام ده تاني احنا نقدر برضو عند موديفاي نختار مالتيبل كوبي عشان نعمل سيلكت كده لكل الكومبوننت اللي موجودة اللي عايزين نعمل لها كوبي. وبعد كده من النقطة دي ادوس كليك وامشي واحدة يمين وادوس كليك وامشي واحدة كمان يمين وادوس كليك عشان يعمل لي نسختين من السيمبل اللي انا عملته في الاول بدل ما ارسمه تاني. كده يا باشمهندسين انا ضامن ان المسافات ما بين السيمبلز ب5، وان السيمبل كله ارتفاعه ب10، ودي المسافات اللي انا جبتها من الالكتريكال سكيم. نفس الفكرة بالظبط. ما ننساش ان احنا ندوس كنترول اس في الكيبورد او نعمل سيف عشان نحفظ السيمبل اللي احنا عملناه. لو حضرتك لاحظت دلوقتي ممكن تقول لي يا باشمهندس احنا ليه ما رسمناش يا باشمهندس من اي مكان، ليه بدأت حضرتك من الاوريجن؟ اقول لحضرتك لان احنا عندنا نقطة مهمة جدا انت حضرتك ما خدتش بالك منها. نقطة الاوريجن باي ديفولت بيكون متثبت فيها العلامة اللي هي الحمراء دي، عشان يقول لك ان ده هو الانسيرشن بوينت او مكان
وضع السيمبل ده في السيركت. يعني حضرتك لما تيجي تحط السيمبل ده في اي سيركت هتحطه من النقطة دي كده. لو حابب تغير الانسيرشن بوينت بنقدر ندخل على edit symbol ونقول له والله ده انا عايز الانسيرشن بوينت تكون مثلا تحت، او عايز الانسيرشن بوينت تكون هنا، ايا كان الوضع اللي حضرتك حابب يكون فيه الانسيرشن بوينت. بعد ما بتخلص رسم الدروينجز الخاصة بالفيوز بتاع حضرتك او السيمبل الخاص بحضرتك، بتبدأ بعد كده تدخل على الكونكشن بوينتس. فكرة الكونكشن بوينت ببساطة يا باشمهندسين هي يعني عايز حضرتك كده تبقى عارف ان هي دي النقطة اللي هيقطع من عندها الوايرز لما تيجي تحط السيمبل. وده كنا احنا بنكتشفه قبل كده، لما تيجي تحط السيمبل وتعدي عليه الوايرز هو اوتوماتيك بيروح قاطع الوايرز لحد ما تبقى كاستمايزد على السيمبل اللي حضرتك رسمه. عشان كده هنلاقي هنا في edit symbol برضو عندنا multiple connection point، او حضرتك ممكن تضيف connection point واحدة ورا واحدة بالشكل اللي حضرتك حابه يعني. بس طبعا هنا بما ان عندي اكتر من connection point فيكون الاختيار الافضل بالنسبة لك ان احنا نعمل multiple connection point. اول ما بنعمل multiple connection point بيطلع لي الويندو الخاصة بالinsertion الخاص بالمالتيبل connection point. وهنلاقي اول حاجة موجود فيها هو الاد نيو element، حضرتك بتدوس عليها وبيبدأ هنا يقول لك ايه نوع الفيوز او ايه نوع السيركت اللي حضرتك بترسمها. طبعا احنا هنا راسمين فيوز ديسكونكتابل، فهنا هنقول له والله لا ده السيركت تايب مش نورمالي اوبن كونتاكت، ده السيركت تايب هو عبارة عن فيوز وديسكونكتور. النمبر اوف سيركت اللي موجودة زي ما حضرتك شايف ان النمبر اوف سيركت 3. كل طبعا سيركت فيها 2 تيرمينالز، التيرمينال الاولانية والتيرمينال التانية. الفيوز نوعه ديسكونكتابل، انا عايز الفيوز يكون ديسكونكتابل، واقول له والله انا على الوضع ده هدوس اوكي عشان يبدأ يحدد لك المالتيبل انسيرشن بوينت بالشكل اللي حضرتك شايفه ده. السيركت الاولى بيبقى اسمها 0، السيركت التانية اسمها 1، السيركت التالتة اسمها 2. نفس الكلام برضو في التيرمينالز او الانسيرشن بوينت. نفس الكلام برضو في التيرمينالز او الكونكشن بوينت، عندنا الكونكشن الاولى اسمها 0، الثانيه اسمها 1، هكذا هكذا هكذا. طبعا على الوضع ده الكونكشن بوينت الاتجاه او الدايركشن بتاعها مش مظبوط، بتقدر تدوس رايت كليك عشان تعمل روتيت للكونكشن بوينت. واحنا حاليا بنعمل انسيرشن للسيركت الاولى، التيرمينال الاولى اللي هي 0 0. فحضرتك نيجي هنا كده وندوس كليك عشان ننزل اول كونكشن بوينت، وبنلاقي حاليا اللون بقى باللون الاحمر عشان يقول لك حاليا الكونكشن بوينت دي بقت اوريدي موجوده معاك في السكيماتيك. حاليا السهم نزل على الكونكشن بوينت التانية اللي موجودة في السيركت الأولانية، نفس الفكرة بالظبط. هنضيف الكونكشن بوينت هنا بالشكل ده، وهكذا نكمل باقي الكونكشن بوينت على باقي السيركتس لحد ما ننتهي تماما من كل الكونكشن بوينت اللي موجودة عندك. برضو نفس الفكرة بالظبط، ما ننساش ان احنا نعمل سيف عشان اللي احنا عملناه ما يضيعش. هيفضل دلوقتي حاجة أخيرة يا باشمهندسين هي الاتريبيوت. إن إحنا بننزل السيمبل ده عايزين نضيف مع السيمبل ده بعض الاتريبيوت اللي تقرا بعض الداتا. فبتقدر تعمل الكلام ده عن طريق insert attribute. بتختار الحاجات اللي حضرتك عايز تختارها تكون تنزل معاك لما تحط السيمبل ده. وليكن مثلا عايز احط التاجز، عايز احط حاجات، عايز احط مثلا داتا ليها علاقة بالمانيفاكتشرر، ايا يكن المواصفات اللي حضرتك عايز تضيفها. وعلى الوضع ده ممكن نقول له اوكي عشان يبدأ يحط لك التاجز بالشكل ده. تقدر طبعا تتحكم في الاوردر الخاص بالتاجز دي عن طريق الاتريبيوت ليست. لو احنا مثلا عايزين التي دي 1 دي تطلع فوق شويه فبنختار التي دي 1 دي ان هي تطلع فوق شويه. عايزين تمسح اتريبيوت معين ممكن برضو تمسحه من هنا، مفيش ادنى مشكله خالص. وليكن انا احط التو اتريبيوتس دول بالشكل ده. فاضل بس حاجه اخيره، انت عايز دلوقتي تعمل الجاستيفيكيشن يكون ناحيه اليمين ولا ناحيه الشمال ولا موقعه ايه بالظبط. زي ما حضرتك شايف هو هنا عمل الجاستيفيكيشن، هو كده عمل الجاستيفيكيشن من ناحية الشمال، يعني الكلام هيتكتب وانت رايح على السيمبل كده. وده طبعا مش مظبوط، لان لو التي دي 1 ده مثلا او التاج الديسكريبشن بتاعه طويل شوية فممكن الكلام يدخل على السيمبل. فانا هنا محتاج ان انا احط الاتريبيوت يكون الجاستيفيكيشن بتاعه رايت بالشكل اللي حضرتك شايفه ده، وبعد كده اقول له اوكي على الوضع ده.
بعد ما حضرتك بتحط الاتريبيوتس اللي حضرتك عايزها، وبتحط الكونكشن بوينت وتتاكد من مكان الانسيرشن بوينت، بعد ما بنوصل للمرحله دي بتعمل سيف. وبعد كده طبعا ما ننساش ان احنا نعمل سيف للتشينجز. طبعا انا دلوقتي السيمبل بقى محفوظ معايا في اللايبراري، وانا عايز ابدل دلوقتي الاف 1 ده بالسيمبل الجديد اللي انا عملته. كل اللي حضرتك بتعمله برضو erase، وبنمسح السيمبل ده ونقول له اوكي من قائمة موديفاي. طبعا اللي حضرتك شايفه ده هو شورت سيركت نتيجة إن الفيوز ما بقاش موجود. والحل دلوقتي إن إحنا نضيف فيوز ديسكونكتابل زي ما قلنا لحضرتك في البداية خالص، إن إحنا بندخل على السكيماتيك تاب، وبعد كده بنعمل insert للسيمبل other symbols. نعمل من الفلترز بنختار طبعا الفولدر الخاص بالفيوز والديسكونكتورز اللي احنا حاطينه فيه الفيوز بتاعنا، وبعد كده بنلاقي الفيوز الخاص بينا اللي هو اسمه سوبر انجينير سيمبل. حضرتك بتختار السيمبل ده ونقول له سيلكت، وبتبدأ تحط السيمبل بالوضع ده. زي ما حضرتك شايف ان السيمبلز بقت نازلة مظبوط معانا، المسافات ما بين الوايرز مظبوطة وكل حاجة تمام. المفروض دلوقتي يا باشمهندسين لما احط السيمبلز الكونكشن بوينت تقطع الوايرز. تعالوا كده نجرب مع بعض نحط السيمبلز. اول طبعا ما بنحط السيمبلز، السيمبل بروبرتيز ويندو الخاصه بالاسوشيشن، انا مش فارق معايا دلوقتي ان انا اعمل له اسوشيت في حته، فهقول له ان انا اعمل اسوشيت لكومبوننت جديد اسمه اف 1 وندوس اوكي. وحاليا الكونكشن بوينت اشتغلت معايا، والسيمبل اللي انا رسمته بقى كله موجود وزي الفل. فاضل حاجة واحدة بس يا باشمهندسين، هي فكرة التاج. وطبعا التاج دي لو انت ضايف تاجز خاصة بالمانيفاكتشرر، فاحنا هنا لازم نضيف دلوقتي للسيمبل ده مانيفاكتشرر بارت. تعالوا كده نضيف مع بعض للسيمبل ده مانيفاكتشرر بارت. مانيفاكتشرر بارت يغطي التلاتة سيركتس بتوعنا، وندوس ان احنا نضيف حاجة زي كده وندوس اوكي. حاليا الاتريبيوت بدأت فعلا تظهر قدامنا، وكل ما تزود الاتريبيوتس كل ما التاجز هتبقى واضحة معاك وتوصف بشكل افضل السيمبل اللي حضرتك عامله. وبكده نكون خلصنا الفيديو ده. اشوفكم المرة الجاية ان شاء الله على خير. سلام عليكم.